عند قرية مختلفة عن باقي القرى تماما، حيث أنا ترعرعت. يافع عز ويافع فخر ويافع قبيله يافع، بقرى تعيش فوق السحاب، ارتفاع 2500 متر. مع الزمن صاحب يصحب جيج يصحب سابع، الغم مراده يوصل بالراحة. من بين معاني التسمية يدل اسم يافع على المنطقة أو القبيلة. يسكنون الجبال منذ قرون. وما هي يافع؟ ولدوا بخصائص تأقلم جينية فريدة تساعدهم على البقاء في المرتفعات الشاهقة. حيا في يافع، حيا بكم، حيا أهلا وسهلا فيكم. عشت في قرية هادئة. بقول لكم إنه أنا من هنا. أولاً لنتكلم عن تاريخ يافع. يافع بالصراحة البشر ماشي لهم غبلان حياتهم هنا في يافع يمتلكون رقصة معينة فريدة اسمها البرع. هل أنت من هذا البلد؟ نعم. Ich lebte in den Vereinigten Staaten, in Kalifornien, 7 Jahre lang. يافع بلادي عزها الله من بلد رافع بها راسي على عين الحسود. يافع بلاد القبيله هبا وجد والعز والناموس. Um welche Zusammenarbeit handelt es sich eigentlich? Um das اليافعي رطل والزيدي أوقية. Den gut skandierten Slogan für Überzeugung, deinen Nächsten vertiefst, ihn erkennst und somit dich selbst. يافع بنو حمير من هم؟ هنا في قرية تلب بالحسن الحميري نسبة إلى أحد ملوك حمير والواقعة فيه. أهلا بكم بالساري. مطلعي مثل المطالع وعاد قاصر شوي وخنزر شحي وضاحي بين لي مطلعي مثل المطالع وعاد
هكذا البتلة تعمل فيها هكذا حق زمان، هذا حق زمان. هذا العلب بناخذه بنيبسه فترات، بعدين عشان مش يكون فيه العفن ونيبسه في الشمس ونبعده من الامطار لفتره طويله لما يكون يبس، ونعطيه الغنم وهذه الحيوانات في وقت الشتاء. أولا، لماذا سميت يافع؟ سميت يافع بالنسبة إلى جدنا، اسمه يافع، سكن هذا المكان أول شيء. والجد يافع يعود نسبه إلى يافع بن قاول بن زيد ابن ناعته بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم، الذي هو نفسه ذي رعين، وذي رعين هذا ملك حميري عظيم من ملوك الهميسع، وتضم 10 مكاتب، بسببها تشكل ترابط اجتماعي قوي. يزيدي ناخبي هذا ال5 المكاتب السفلى، ال10 المكاتب موسطي ومدري وايش والحاد ومدري من نزل مكتب المفلحي. اتسمت يافع بالشجاعة والإقدام على مر العصور. جنب السيجارة الكبيرة. أيوة بدخل. بنعمل. يقول عندي مع البنشر حق النصيب. البنشر حق النصيب. إيه عرف. هذا ده. هذه المكاتب تقسيم حميري. تقسيم حميري. حميري قديم. أنا لو أبغى أسوي فتنة مع هذاك المكتب هذول المجاورين للمكتب ما يرضوا. نحن متداخلين، يقولوا أنتم بعيد من الفتنة هذه، فداخلوا بالتقسيم هذا عشان السلم، عشان ما تقوم حروبات. هذه يعني الحبيب أكبر من خطة عسكرية. هذه تكتيك عسكري. تكتيك يعني. عسكري وأكبر هذا ولا بالجامعات الآن يدرسون. هذه يافع الجبلية، تمتد حوالين الجبال، الوديان والسهول، وتوزيعة السكان حسب هذه التضاريس. هادئة، وبعض المرات الجو يتحول إلى بحر. أولاً، لنرجع بالزمن إلى الوراء قبل 25 سنة. في كل يوم صباحاً أتجهز للمدرسة يومياً. حواليني الأشجار، المزارع، وصوت العصافير في طريق المدرسة. محمد. ايش نكتب اليوم؟
عشان لما وصل مدرسة وقع طبروا الطابور الأول قبلي أروح لما وصل المدرسة يا رحمة الله رجعوا لي بطنطا العمرة كنت بخاف وهم بيفتقع من قرار لهجتنا صعب العرب تفهمها. أنا كنت ماسك العلوم، طبعا السنتين الأخيرة مسكت رياضيات خامس سادس، الآن ماسك وكيل مدرسة. خلاص الساعة 8 الطابور، بس أخرنا دقيقتين إلى الساعة 8 الطابور، الحصة الأولى تبدأ الساعة 8:15، الساعة 10 الاستراحة. تقول جلس عدة مرات ها؟ بداية، كيف وصلت إلى موطني في هذا الارتفاع الشاهق؟ ارتفاع 2500 متر فوق سطح البحر. وعشان أوصل لقريتي بعد سنين طويلة توجهت من العاصمة عدن عن طريق الجبال الوعرة الخطرة والمميتة. حتى أن الأجواء تغيرت وصارت باردة. لا عندي مطعم يافع. ايوه اوكي بيسيلت بلا حياكم الله. تحية الأشلاخ ولحم من قبل دخول الجبال والطرق الوعرة ظهرا يتوقف اليافعيين للتزود بالطعام في مطعم يافع. جاي ناكل هنا بالمطعم، وهذه منطقة توقف بس يجون الناس يوقفون هنا ونشوف ايش بناكل. يمكن على الاغلب بنطلب مندي. اعلان المطعم يافع. تعالوا خلينا. هذا مطعم يافع. هذا المطاعم لحم مندي برم مضغوط لدينا اعز الغاد وافضل الغاد الضالعي. حياكم في مطعم يافع. هذا سيلت بله. طيب مو لذيك الدرجة لكن حلوة. فبسم الله ما شاء الله. المهم يا جماعة الخير، الآن متوجهين إلى يافع. كم ساعة؟ 3 ساعات ولا 3 ساعات؟ 3 ساعات إلى نوصل إلى يافع إن شاء الله مع الشيخ. اسمك؟ حاليا في اسفلت. اوكي، بعد الاسفلت ان شاء الله بتكون احجار طريق وعره صعبه. الساعه الان 2:30.
بدينا ندخل على يافع وبدت الدنيا تصير الأجواء أحلى شوي أبرد، وبدت الدنيا تصير شوي خضراء، بدت الدنيا تصير يعني أحلى وأحلى شوية. بنطلع على طريق الأحجار، ويافع أصلا فوق الجبال، يعني مرتفعات شاهقة في أعلى الجبال، حتى إن الغيوم تنزل تحت عندك يعني. أوكي يا جماعة الخير، إحنا الآن بدينا نطير بالطيارة. أوكي متحمس ليش؟ لأنه الطريق راح يتغير من الأسفلت إلى اوكي انا قاعد متوتر شويه، ونغير الى التراب. شوف هذه البدايه. اوكي اقسم بالله لنا كم دقيقه واحنا قاعدين نطلع اكثر من ساعه صح؟ هذه هناك بعيد جدا عدن، ومرينا دي المسافة كلها اللي تحت مشي 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 مشي، ونطلع نطلع نطلع، والحين هذه سيارتنا. اوكي هذه هي، راح نطلع لين فوق، والطريق اقسم بالله انه ضيق، واحتمال بتصير حوادث، الناس تموت هنا، تطيح من فوق اعالي الجبال، لانه الطريق واحدة. شوف الواحدة بس، سيارة واحدة بس تمر. بعدها وصلت إلى أعلى القمة السعدي، واتجهت إلى قريتي. الطريق كنت أجي لهنا أمر من ناحية السوق، بقطع عليكم الحديث. شوفوا هذه السيارة كيف إنه معك طريق واحد، لازم السيارة ترجع وأنت تمر. شوفوا والله من عدل الله نمي والله لا قد يخاف زي قال. تشوفون كيف اللهجة اليافعية محلاها حلوة، لهجتنا حلوة. راح تشوفون تعريف عن يافع أكثر. اصبروا عن لغتنا، بيوتنا الحميرية، اصبروا ما نبي نحرق عليكم، بتعرفون كل شيء. شوف المنظر، واو، ذكريات سنين ترجع لك بعد غيبة طويلة. شوف المدرسة، الدنيا خضراء جميلة. اوه ماي جاد، هذا بيتي يا جماعة، شوفه. بيتي هنا اللي انولدت. الكثير يسألني باليوتيوب انت من وين؟ قلت لكم بسوي لكم فيديو خاص. هذا هو انا هنا تكون وصلت إلى البيت اللي أنا نشأت فيه. هذا هو اللي فوق، ها هنا. اوكي انا الان وصلت. الاجواء شوي بارده، اصبروا علي شوي وراح البس جاكيت لانه لسه توني واصل. الاجواء صوت العصافير، الهدوء التام، ما تسمع صوت ضجيج ولا مدينه ولا اي شيء. محمد عبد الباسط. اوكي صورت معاه فيديو القات، بحط لكم الرابط هنا. اللي ما يعرف وش القات، نمضغه، اليمنيين ياكلونه. اوكي وسويت تفصيل عنه فيديو، وكان الشيخ معي. اوكي لا احرق عليكم الفيديو واطول بالموضوع. هنا الرابط، شوفوه. هذا بيت اللي انا انولدت فيه، بعطيكم بعد شوي تفصيل عنه اكثر. هذاك مسجدي، هناك مدرستي. كم الساعه الحين؟ 5:45. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه. صار الوضع ليلا. رحت أصلي في أول مسجد أدخله في حياتي وأنا صغير. سلمت على أهل القرية كلهم. وش عندك؟ ليش ما تنام؟ الرايق. تدرس؟
صباح الخير. بداية هذا تكون أول يوم لي هنا، والله العظيم إنه هذه الأصوات اللي راح تسمعونها الآن مو تركيب. اسمع ها. مو تركيب، أصوات حقيقية. الساعة كم الآن؟ الساعة 5:28 والأجواء حلوة، باردة شوية باردة. أنا لابس جاكيت حق المطر. تطلع من هنا وتخلي رجلك كذا بهالشكل، تطلع ترى. بس يا جماعة الخير تخيلوا معي كم سنين وأنا هالقد حرفيا. وأنا كنت صغير كنت أجي هذا المكان، كان في هنا حيوية. الدنيا هنا شبه ماتت خلاص، الناس بدأت تتطور أكثر. بعدها رحت أصور القرية، وأول شي نبدأ فيه وهو البيت اليافعي الحميري. ونلبس اللبس اليافعي. هذه هي بيوت يافع، كأنها عبارة عن قصر وبنفس الوقت مدرعة، لأنها مصنوعة من الحجر القاسي اللي يمتاز بالطراز، اسمه الطراز الحميري. القصر، المدرعة، البيت الحميري، تصميم حميري اسمه البيت اليافعي. نحن زمان عملنا هكذا، نشق الجبال ندقها ثم نبني فيها مساكننا. يبنى من أحجار، من الجبال، من الصخور. تزن الحجرة ما راح أفتي، ولكن كبير جدا. أنا أتمرن جيم، أروح أركض، ما قدرت أشيل هذه الحجر. شوفوا هذه اللقطة، ما قدرت أشيلها، ثقيلة جدا. فما بالك واحد يشيل حجم كذا، عرض كذا، يجيبها من الجبل، ينزل بين الجبل، يروح لين تحت، يحط الحجر ويلا يطلع مرة ثانية، يروح يجيب الحجر الثاني وينزل. كيف سويتوا يا أجدادنا؟ كيف القوة هذه عندكم؟ وش أسئلة كثيرة. الله أعطاهم يعني قوة، وأعطاهم صبر يبيله. صبر والحاجة. يعني الآن في شاحنات، في شيء، لكن أيام زمان ما فيش، كل شيء بيده، كله على ظهرهم. لازلنا الآن نبني بها، لكن في الأماكن الواسعة. لم يؤثر التحضر على بيوتنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا، ولا زلنا محتفظين فيها ونبني بيوتنا من الأحجار عادة. كل طابق وطابق، كيف راح تعرف إنه هذا الطابق الأول، الطابق الثاني، الطابق الثالث؟ كيف تعرف البيوت؟ في خط أبيض يفصل بين كل دور وآخر، عشان تعرف إنه هذا الدور الأول، الدور الثاني، الدور الثالث، تميز. كيف كانوا أجدادنا يشيلونه؟ كيف بنوا هذا؟ كيف بنوا اللي أكبر من هذا اللي هو البيت اليافعي؟ كيف بنوا الدور الأول، الدور الثاني، الدور الثالث؟ شوفوا كبر الحجر اللي كانوا يجيبون الأجداد، ينقلونها من وين؟ من الجبل، صح؟ من الجبل، من المناقيش. يجيبونها لهنا من المناقيش، وفي أكبر من هذه. أكبر منها صح؟ أيوة، راح اللي هذه راح. وينها؟ هذه من هنا لين هنا. وأنا لداخل، هاتك شوفها كيف يا شيخ. أي وهذيك شوف ايش كبرها. وهذه شوف كبرها. ها هذا سعيد. ولا كيف كانوا يشيلونها يا أخي؟ سبحان الله، الله أعطاهم قوة. وكل البيوت تبنى في قمم الجبال. وأزيدك من الشربيت، الدور الأول ما يحطون فيه نوافذ، حده باب واحد. ليش؟ إن المكان كان البيت اليافعي كان عبارة عن حصن، يعني مخزون فيه الحبوب، كل شيء، الحيوانات، كل شيء محصن داخل البيت. ما شاء الله. من فتن، من حروب، من شيء. فكانت الأبقار أيضا تسكن مع الناس داخل البيت اليافعي، بسبب إنه نفس ما قلت لكم في كانت فتن بيافع، فكانوا يحطون البيت الأول أو الدور الأول مغلق بدون شبابيك، يحطون الدور الأول عبارة عن حظيرة للأغنام. والبيت اليافعي يبنى على طبقتين، البطانة داخل، الظهارة ظاهرا من الخارج.
وعرض البيت ما يقارب 100 سنتيمتر، صح متين جدا من البرد ويستمر لمئات السنين، والناس تسكنه إلى الآن. هذا هو السطح. اوكي، شوف كيف نفس ما قلنا لكم الحجر ما شاء الله اجدادنا الى هنا وصلوا وبنوه بهذا الارتفاع الكبير، يعني ما شاء الله جهد عالي جدا. هنا التشاريف ولها عدة اقوال. اول قول تشرف البيت، يعني هذا بيت مشرف يقول لك بهالشكل، بيت شريف زي كذا. شرف ايوه، شرف للقبيله او للبيت او اوكي يسوونها. وثاني شيء هذا بيختمون، يعني اعلى دار تبنيه خلاص انك مش ناوي تبنيه فوق ترفع. اوكي ايوه بتصير. ليش ما يبنون؟ يعني ايش المشكله؟ يعني مستقبلا تبني ما تدري. اي بعضهم بيبنوا يشيلوها ويبنوا ويشرفوا. اوكي أيوة، خاصه البيوت اللي كذي اللي من اكثر من 4 دور. ايه لازم تشرف، لازم. لكن الطبقتين عادي. اول قول يقول لك من البرق من الرعد، وهذه حقيقه فعلا، بدل ما يضرب البيت يجي على مكان حاد زي كذا، وهي هذه مصنوعه من الحجر. برضه التشاريف تعتبر كزينه للبيت، وفعلا البيوت اليافعيه تتميز بانه لها من كل زاويه في الحيط في لها تشريفه، فهذه واحده من الاشياء اللي تخلي لك هيبه ومميز البيت اليافعي. تضرب التشريف، تضرب التشريف نفسها، ما تضر ما سبب اي اضرار بالبيت. يعني اذا صار برق ولا رعد تصيب التشريفه. تشريفه ما صارت قبل قصه ولا شيء؟ ايوه اللي بهذا البيت اللي قدامنا، شوف هذا وش صار فيه؟ هذاك التشريف اللي كذاك اللي بهذيك الناحيه على اليمين. ايوه كم راحت اكثر من 5 مرات صار فيها ضرب. ايوه والبيت بينجا منها مش بيلعبوا. والقبائل هذا ممنوع عليهم كان، اللي مو قبيلي او يسبب له اي مشكله ولا بيمنع عليه ان يعمل هذا. يعني اي واحد سوى مشكله ممنوع عليه تسوي مشكله بالشرف. يمتنع عليها، يمتنع لانها بتعطيك هذا. يعني اهل القريه بيمنعون انه يبني، لو بناها بيروح يكسرونها كامله. اوكي. البوابه نقش تصميم بهالشكل، يجيك مع انحناء من هالناحيه، تصميم الوان ثلاثيه وكل بيت يختلف هو اللي بكيفه. البوابه صغيره مو لذيك الدرجه، لانه زمان متعب مرهق انك تبني بيت بهالشكل، فلازم انك تسوي المسافه اقل بقدر الامكان عشان توفر وقت. مصنوع من الخشب، هذا الخشب الاحمر. وصيفا مثل الآن من شهر 5 إلى شهر 8 تنبث الحياة بالأمطار الغزيرة. يعني موسم الصيف والخريف بتكون يعني حلوة زيادة. أيام البرد والشتاء جفاف بس الدنيا، وبتكون برد قوية معنا. السلام عليكم. حول كيف لقيت يافع السعدي؟ والله الأجواء ما شاء الله عالم آخر هنا، بس بطعم يافع، لأن الجبال يعني تشوف الدورات الطبيعية مثل الشتاء، الصيف، الربيع، الخريف. واو حرفيا يا جماعة الخير أنصحكم تجون. تعالوا نشوف البيت اليافعي من الداخل. والأهم لا تنسوا الاشتراك ونشر الفيديو في كل مكان. من عندك؟ شوف من دوله. ليه؟ من العقبة. من العقبة؟ شوية من الجابي. شوية من الجابي. سرقة. من داخل بيجي معلق بتعمي اسمه معلق. اوكي جميل. معلق. بداية الباب قديم جدا يا جماعة الخير. اوكي. والله اني خفت. اول ما تدخلون نفس ما قلت لكم هنا في خشب، وهنا برضو في خشب قديم. انا دايره كامل شوف. بس كسرها وكان زي المنفوخ. لا خالي زي طلعه لما تجي الدوق. طلع صوت صح؟ لا وبعدين في سلال
بين الزوج وزوجها، زوجته ضيقه بتعرف دقه زوجها. قد النبي مثلا قد النبي لا زوجته تمام. مثلا الثاني ذي هناك. والله اتذكر واحنا اطفال كنا في هذا المكان نربط حبل ونخليه نفس المرجيحه، نلعب من هنا لهنا لدرجه احيانا نضرب راسنا هنا طق حرفيا ونلعب ونكمل طق وكمل لعب ولا مفتكرين. في الاصل تحت انه البيت ايش يكون؟ مكان مخصص للحيوانات. هون في اغنام ولا ابغار ولا في هنا؟ الابغار هنا. داخل البيت نفسه. داخل البيت. داخل كل شيء. الناس ساكنين فوق الحب داخل فتن كان الفتن والحروب. اول شيء من ناحيه القبيله، ثاني شيء بيستخدمونه كان للحيوانات. البيت اليافعي نفس ما قلت لكم ما فيه شبابيك او طاقه باليافعي نسميها طاقه. راح اوريكم الايش؟ المربعه. عاد ما ادري ليش سموها مربعه. المهم لانها مربعه. كلام جميل. لما تذكرون قبل شوي شنو قلت لكم؟ السور او الاساس عريض جدا، يعني شوف العرض من هنا لهنا تقريبا العرض شوف هالقد. هذا اساس البيت يكون. تخيلوا كمية الأحجار اللي خلوها اللي بنوها، هذا الأساس بهالحجم، وتخلي بهالحجم 4 ولص جدران محيط، بعدها تبني. يا إلهي التعب اللي حصل لهم. هدوء يا جماعة الخير، هدوء في المكان وراحة قوية جدا جدا جدا. قبل نطلع على الدور الأول نسيت أقول لكم إنه هذا الستور اللي يحطون فيه المخزن الأشياء اسمه الدوغلة صح؟ إيه؟ الدوغر. اوكي نقول بسم الله ومتحمس مرة انه بدخل. صغيرة ضيقة مرة. ديني الراحة ورب الكعبة ايش الراحة نفسية يا جماعة الخير. لازم تفهموني، انا اول مرة ادخل بعد سنوات، انا عشت هنا طفولتي، ففجأة تيجي تشوف هالشيء عظمة على عظمة. واو شوف الشبابيك كيف صغيرة، الشبر بالضبط. اوكي حتى ما تقدر تطلع راسك منها. يعني واو. اولا هنا الكبت ايش يسمونه باليافعي؟ ولقة. اوكي هذه اسمها الكبت ولقة، تخلي فيه الملابس الاشياء. الشيء اللي هنا برضو عندنا شباك او طاقة باللهجة اليافعية. اوكي خشب الاحمر اللي قلنا لكم عليه. الستارة كيف القديمة يستخدمون عليها هنا حبل من هنا بدق المسمار هنا. الشباك الصغير ما احلاه. اتذكر حتى هذه الفتحة هذه لا زالت قديمة، اكبر من عمري هذه الفتحة. شوف كيف الشباك ما احلاه. نسيم الهواء البارد يجي من برا. والله لو تفهمون الشعور يا جماعة الخير والراحة ما اقدر اطلع راسي. هنا شوفوا وين وصلنا، اسمها الهدى. هذا يا جماعة الخير زمان كان في فقر. اوكي بداية العرس العريس ينام هنا جنب اخوانه خواته، كانوا ينامون مع بعض. يعني تخيلوا في يوم العرس في ليلتك الاولى في ليلة الدخلة راح تجي على الهدى، وبالمقابل هنا ينامون امك ابوك اخوانك في ليلة الدخلة. متخيلين؟ كان في فقر زمان، فايش اللي يسوونه؟ مجرد ستارة وانجوي. متخيلين؟ تحت الهدى اوكي اسمها ايش؟ شجاية. الولقة. لا مو الولقة، ايش اسمها؟ كشي. الآن بنطلع إلين الدور الثاني. عند غرفتي أنا اللي نمت فيها وانولدت في الغرفة وترعرعت بعد السنين. اشتقت لهالمكان اللي عشت فيه. هنا انولدت في هذه الغرفة. كم إلى المكان اللي انولدت فيه وترعرعت فيه. بشغل لكم الضوء. هنا شوفوا الضوء القديم. اوكي للاسف مو شغال الغرفه ذي. عموما شوف كيف ما احلاه قديم جدا. المفتاح ورب الكعبه، اتذكر انه امي كانت تخبي علينا المفتاح، كانت حاطه هنا فلوس، حاطه فيها اشياء ثمينه. يوهيدن I don't know. عموما شوف ما احلاه كيف قديم قوي، ايش فيه ثقل وزن. سكر كذا تفتح كذا، وهنا حاطين لك خشب بهالشكل علشان ترص الاشياء. وتحتك هنا تحت الولقه فيها كم من شيء. الحمام
وانتم كرامه اوكي مشترك مع الغرفه الثانيه اللي هي المربعه، وهنا المفرش. هذه مربعه لانها تجي جانبيه، مفرش لانه يكون هو الرئيسي الكبير. عموما اثنيناتهم ينامون فيهم ومشتركين في حمام واحد. كل شيء حلو بيافع، اللهم لك الحمد، ناسها طيبين. لا فتن ولا أي شيء، علم وأمان. رايحين نطلع فوق الجبل اوكي؟ شوف تكفى، شوف الارتفاع، شوف المناظر. وصلنا الين اعلى الجبل اوكي. تعالوا شوف المنظر. قريتي اوكي، اللي تسالني انت من وين؟ انا من هنا. هناك الدنيا نفس الضباب، حقيقة مو ضباب انما مطر، وراح يجي لهنا تقريبا. اقسم بالله يا جماعة الخير ان الاجواء يوم تشم الهواء هذا بعد المطر صعب وصفه، بس بحاول اوصفكم اياه. هواء نقي، في كل شمة تشمها في نسبة للأكسجين في الهواء، أنتم فاهمين؟ نسبة الهواء في هذا الأكسجين اللي هنا اضرب شفاء، علاج هالأصوات. ما أدري وصلت الفكرة ولا لا، بس خذوها من الآخر، عالم آخر هنا. هذاك مسجد قديم حرفيا، وللآن يصلون فيه. بعد 300 سنة. 300 سنة؟ قديم. الريح، شوف الريح. خلصنا من التصوير فوق واحنا نازلين الان. شوف ما احلى الطريق، تحتك جبل. تعرف انه لو حصل خطا في مسك البريك او لا قدر الله ما مسك معك البريك، تعرف على وين بتطيح يا حبيبي؟ اقسم بالله موت، ما عاد فيه هذه، خلاص نزله ليه تحت. شوف الجبال، شوف المناظر، ما شاء الله. شوف والله لو يسوون اسفلت هنا بتخرب يافع، اقسم بالله. عاجبني كذا الوضع ولا؟ نعم والله صح، مو حلو بتصير يافع كلها اسفلت. الدنيا مسودة بيقع مطر ان شاء الله. قاهم لحظة وش يعني سواد يعني خيمة. خيمة. ايوه كيف شو السيارة؟ قاهم ولا اسلوك او قاهم. يا سلام على اللي يا فيا. هذا اللي قلته فوق. ها؟ حياكم الله. دوس يا إلهي يافع غير، ما راح تشوف هذه الأجواء أي مكان. وفي الجزء الثاني راح نتكلم عن البرع.
والقارة، تحتوي على الكثير من أسرار يافع. حصن المماليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وانتظروا الجزء الثاني.